ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدث إليكم رمضان عبد الحافظ، منسق عام اتحاد القوى السياسية والمجلس الوطني الاسكندري، مؤلف كتاب أحلام الشباب. موضوعنا النهارده عن مباراة المخلوع مبارك. أقول موضوعنا النهارده عن براءة المخلوع مبارك. حاجة مش غريبة علينا، كنا متوقعين هذا. براءة مبارك مش غريبة علينا، احنا كنا متوقعين هذا. ليه متوقعين؟ عشان بنثق في القضاء المصري، عشان احنا بنثق في القضاء المصري، قضاء الشامخ. احنا عشان بنثق في القضاء المصري متوقعين براءة مبارك، مش غريب ولا مفاجأة لينا. راجل مش مدان، مبارك مش مدان، ما قتلش المتظاهرين، قلبوها من قتل المتظاهرين إلى امتناعنا عن حماية المتظاهرين. يعني بدل ما يكونوا متهمين بقتل المتظاهرين قلبوها بقى آية، قلبوا الآية الناحية الثانية. احنا لا، احنا ما قتلناش المتظاهرين، احنا امتنعنا عن حماية المتظاهرين. يعني معناها روحوا دوروا على مين؟ لا قتل المتظاهرين. دي طبعا أكبر قضية متهم فيها مبارك، قتل المتظاهرين. قلبها بقى، ما هو قتل المتظاهرين، لا احنا امتنعنا عن حماية المتظاهرين. كده مش مدهن انا بحاجة. شكرا للقضاء المصري، شكرا للقضاء المصري اللي افسد ثورة مصر ودمر مصر. القضاء المصري متشكرين. لو القاضي اللي حكم على مبارك ابنه اتقتل في الثورة ما كانش هيطلع مبارك براءة. لو ابن اخته ولا ابن اخوه ولا ابن خاله اتقتل في الثورة، القاضي اللي هو طلع براءة لمبارك ما كانش هيطلع براءة. لكن بيقول لهم اتفضلوا ارجعوا على مقاعدكم. ارجعوا على مقاعدكم، يعني فاهمين يعني ايه ارجعوا على مقاعدكم؟ يعني روح اقعد على الكرسي بتاعك بقى يا سيادة الرئيس. والجلسة مسرحية، يعني عاملين قبل الجلسة ما تشتغل عاملين عليها بروفة 5 6 7 مرات قبل ما تبدأ. الجلسة بنبه تاني، الجلسة قبل ما تبدأ عاملين عليها بروفة 5 6 7 مرات. فلان يقعد هنا وفلان يقعد هنا وفلان يقعد هنا، وانا اقول كذا وانا اقول كذا وانا هقول كذا، واقول اي حد هيتكلم خدت بالك هيطلعه بره او هحبسه. الجلسة كانت معمولة بروفات قبل ما تبدأ، معمولة بروفات. ودليل كلامي واثبات كلامي يوم 28 والجلسه صبحت 29. يوم 28 كانت مسرحيه 29، يوم 28 هو 29. مين اللي اعلن 28؟ مين اللي اعلن ان في ثوره يوم 28؟ مين اللي اعلنها؟ طب الناس ما نزلتش. اللي اعلنوا 28 ده ما نزلوش ليه؟ كانت الشوارع فاضيه ومحافظات هاديه ومفيش اي حاجه. اللي اعلن 28 ده اعلنوا عشان ايه ونزل ليه؟ ما نزلش ليه؟ رعبوا الناس. قعد الاعلام شهر بحاله 30 يوم، يوم 28 يوم 28 يوم 28 لحد يوم 27 ما ذكرش محكمة مبارك ليوم 29. شهر بحاله بيتكلم عن يوم 28. الاخوان هتعمل، الاخوان هتسوي، الاخوان هتعمل، مسرحيه شغال يوم 28. شهر بحاله ما ذكروش محكمة القرن. بص النطق كلامي، بقول محكمة القرن، القرن ال 21. قعد شهر بحاله الاعلام المضلل المصري. هو مش عارف انت عدم من قطر ولا ايه؟ انت عدم من الجزيره ولا ايه؟ كانت في غيامه على عينيه على محكمه القرن لحد يوم 27 بيتكلم على يوم 28. مسرحيه سخيفه، مسرحيه سخيفه.
طبعا 28 الحمد لله ربنا عدى على خير، كانوا عاملين له رجب بقالهم شهر وعدى الحمد لله ما فيش اي حاجه. صبحت يوم 29 محكمه مبارك، القاضي بكل بساطه بكل وضوح اعطاهم براءه. الناس مش قادره تتكلم لان اعصابها كانت بايظه من يوم 28، من قبلها بيوم الناس مش صبحه، تاني يوم دايخه، الاعصاب كانت متوتره ومشدوده. خدوا الحكم خدت بالك باسترخاء، مفيش واحد من الشعب اعصابه تشدت ولا تصورت ولا تطور، لا 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 لا، صابحين دايخين من يوم 28. ويوم 28 ده عملوا لهم اكنها قنبله مثيره للدموع. فتره القنبله مثيره للدموع ديت مدوخاهم لحد 29 لحد ما الحكم اتنطق بالبراءه. انتوا عارفين يعني ايه كلمه براءه؟ هي المساله مش مساله مبارك براءه وبس، لا 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 لا، مبارك مش مسالته براءه وبس. مبارك معناه براءه، معناه ان هو المليارات راحت، معناه ان الاراضي راحت. محدش يقدر دلوقتي يقول لك ولا في استرداد اراضي ولا في استرداد مليارات. الراجل خد براءه، هتجيبوا منه مليارات ازاي ولا اراضي ازاي؟ خد براءه خلاص، ده حكم البراءه. ما تفكرش كلمه براءه خلاص اتنطقت كده خلاص خد براءه وماشي الراجل خلاص، لا لا في اراضي ولا في مليارات، بل ده من حقه ان هو يرجع الكرسي تاني. الراجل طالما طلع براءه المفروض يستلم وظيفته ويطلب تعويض ويطلب رد شرف. مبارك خد براءه، مفيش وقت، مفيش كاس غير مشروع، ما يقدرش يقول له استرد المليارات ولا استرد الاراضي، ما يقدرش خلاص، ما يحاسبوش، الراجل طلع براءه. والقانون المصري بيقول طالما طلع براءه يستلم وظيفته. واحد بقى هيقول لي ده تنحى، لا ما تنحاش مبارك، تنحى تحت قوه الشعب. انتوا كنتوا متهميني بقتل الشهداء وبتاع الكلام ده، انا سبت وظيفتي طلعت براءه ارجع وظيفتي. ده القانون المصري بيقول كده، انا مش بقول اي كلام من دماغي. العار وكل العار لشعار تحيا مصر، العار وكل العار لشعار تحيا مصر. وبقول تاني بتك عليها قوي، شكرا للقضاء المصري، القضاء المصري شكرا على تبويظ ثوره مصر. محدش بوظ ثوره مصر غير القضاء المصري. وانا بقول الكلام ده من لساني ومن حنكي ومتحمل مسؤوليته ومستعد اواجه القضاء المصري عشان اوريه ازاي ان مبارك مش مدان. اقول لك انا مش مدان ازاي؟ انت بتقول مدان مش مدان، انت كنت فين ايام الثوره؟ هو انت قاضي اجنبي؟ ده انت مصري وكنت قاعد موجود في الثوره وكنت شايف كل حاجه موجوده على الهوا. الله، مش مدان ازاي؟ اما موقعة الجمل اللي عملتها دي مين؟ امي اللي عملتها؟ امي اللي عملت موقعة الجمل؟ امي اللي قطعت انترنت اتصالات الانترنت اثناء الثوره؟ امي اللي ضللت الاعلام، اللي خلت اجبرت الاعلام تضلل الشعب وبقت تجيب كوبري 6 اكتوبر وطلقات النار موجوده وضرب النار حي موجود تحت كوبري 6 اكتوبر، والتلفزيون جايب 6 اكتوبر بس. هو القاضي ما شافش الكلام ده كله ولا ايه؟ لا. مين اللي قتل الشهداء؟ انا قتلتهم. الناس اللي كانت على السطوح فوق الاقسام دي كانت بتعمل ايه؟ لما انتوا ما قتلتوش الثوار، اما الناس اللي كانت على الاسطح دي بتاعت اللسان كانت بتعمل ايه؟ كانت بتقول باي باي للثوار لما انتوا ما قتلتوش. ما كل دي فيديوهات موجوده يا قاضي. لا بلاش يا عم نحاكموه على الكلام ده، حاكموا على دمار البلد 30 سنه. افساد السكك الحديديه وافساد المستشفيات والتعليم ونسبه الجهل 40% من الشعب المصري ما بيعرفش يقرا ويكتب. من انتاج مين؟ من انتاج اني؟ من انتاج امي؟ من انتاج رئيس الجمهوريه. شعب بقاله 40% من الشعب المصري ما بيعرفش يقرا ويكتب. نسبه البطاله 25 مليون عاطل، 13 مليون عانس، 7 مليون امراه ارمله. وجاي تقول لي مش مدان؟ واحد مدمر البلد وجاي تقول لي مش مدان؟ انا عايز اعرف كده واواجهها، هضربها زي الطلق كده للقاضي في وش القاضي. خدت كم من مبارك؟ مليار جنيه.
عشان تقول مبارك مش مدان. خدت منه كام؟ مليار. انا بتكلم الكلام ده ومستعد اتواجه مع الحكومه ومع امن الدوله واقولها بصوت عالي لقاضي. خدت كام من مبارك؟ مليار؟ 2 مليار؟ 3 مليار؟ معنى ان مبارك براءه، معنى ان الشعب ده غلطان. يا قاضي افهم الجمله دي، كلمه مش مساله براءه بس، العمليه مش عمليه براءه، لا، كلمه براءه دي كبيره، معناها ياما، معناها ياما. معنى كلمه براءه معنى ان الشعب ده غلطان. ازاي انت تطلع واحد براءه وتغلط 90 مليون؟ سوف نكمل جزء مرة ثانية، نفس أحداث براءة مبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.